السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم حبيباتي؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير عليكم. رجعت لكم اليوم بهذا الكاطو الرائع اللي يقطع لي كمية كبيرة ويليق يعني القهوة تاع العشية ولا القهوة تاع الصباح، وغير بزوج حبات تاع البيض. وهذا الكاطو نضمن لكم انه كل ما يقعد راح تزيد الهشاشة تاعو، وكما راكم تشوفوا الصورة راهي ابلغ من الكلام. واول ما نستهل به كالعادة هو الصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعليه أفضل الصلاة والسلام. ونمر إلى طريقة التحضير. إذا هنا عندي زوج حبات تاع البيض بدرجة حرارة المطبخ. هنا عندي كاس كيما راكم تشوفوا ماشي معمر تاع السكر، ونزيد له مغرف ونص ولا زوج مغارف يعني على الأكثر تاع السكر، ونزيدو شوية تاع لافاني، ونبدا نخلط بالخلاط الكهربائي حتى يبدا يتبدل اللون تاعو تدريجيا. شوفوا هنا اللون تاعو بدا يتبدل. دوك نبدا نضيف نفس الشيء، كاس ماشي معمر تاع الزيت وربع كاس تاع الزيت، نضيفوه غير بشويه وراني نخلط في نفس الوقت هكذا. هكذا وبعد ما نكمل نبدا نضيفه في الفارينه. اذا هنا نضيف الكاس الاولاني تاع الفارينه، ونزيدو هنايا باكي خميره ونص فقط. دوك نقول لكم لماذا. تاع خميره الحلوى. نخلط ندخل هذيك الفارينة مع كاع هذوك المكونات. من بعد هنا ضفت الكاس الثاني. وهنا السر باش يجي يعني الكاطو تاعك بزاف طري هو نضيفو كنص مغرف تاع خميرة الخبز. يعني جربوها وتشوفوا هذاك الذوق اللي راح تتحصلوا عليه، والهشاشة ايضا اللي راح نتحصلوا عليه. هذا الكاطو كل ما راح يقعد كل ما راح تزيد الهشاشة تاعو، يعني راح يولي طري بزاف. الان نبدا نضيف الفارينة تاعي تدريجيا هنايا ابتداء من الكأس الثالث حتى نتحصل على القوام المطلوب. والقوام المطلوب تاعنا ما تكونش العجينة تاعنا يابسة، راهي تقعد تلاصق معاك تاني، يعني راح تكون طرية مليح وفي نفس الوقت نقدر نشكلها. نروحو دوك نديرو دوائر او كرات تاع بالعجين تاعنا 25 غرام 26 غرام، ونهبطهم غير شوية فقط بيسك على راح يزيد يكبر الحجم تاعهم. وعلى هذا كي تكونوا تستفوا فيهم في البلا ماذا بكم تخلوا لي سباس بيناتهم، ما لازمش يكونوا متقاربين، ونخليهم على 180 درجة حتى يوجدوا معنا. اذا نروحوا نوجدوا الشوكولا تاعنا اللي راح نديرها من فوق الكلاصاج تاعهم. اذا هنا عندي هاد الشوكولا اوبتيلا، ماذا بكم تكون الشوكولا تاعكم شوكولا نوار باش تنقص لكم الحلاوه تاع هاد الكاطو. اذا هنا تقريبا درت 100 غرام تاع الشوكولا. عندي هنايا كاس تاع حليب، وعندي هنا كاس تاع او مغرف عفوا تاع الكاكاو. وماذا بكم يكون كاكاو اسود تاني قلت لكم باش ينقص هذيك الحلاوه. ونحطها فوق النار. ومن بعد هنا شوفوا بعد ما طاب الكاتو تاعنا وشوفوا كيفاش حمار، يعني التحميره تاعو تكون ذهبيه فقط، ما حمرتوش بزاف. وشفتوا الكميه اللي قطعت لي تقريبا 41 حبه. اذا الحبه الاخيره كانت شويه صغيره. اذا هنا كيما راكم تشوفوا نبدا ندير الكلاصاج تاعي وندردر من الفوق هذاك نواه كوكو ونخليه ينشف معانا، يعني ماهوش راح تدي وقت كبير باش تنشف. وهاي النتيجة امامكم، يعني يليق الكاطو تاع العشية، عنده واحد الطراوة رائعة. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفة. اذا عجبتكم ما تنسونيش باللايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء، وان شاء الله نتلاقاو في اقرب فرصة مع وصفات اخرى باذن الله. سلام.